يمكن انا كلمت سياده السكرتير العام لمحافظه المنيا سياده اللواء اسامه ابو ضيف، والراجل قال انا بكره هحل المشكله باذن الله. ولكن انا برضو عايز افكر سياده محافظ المنيا بوعوده برفع الحجز عن نادي المنيا. لغايه دلوقتي الحجز ما زال مستمرا. ده لقاء نصر الفكريه والمنيا اللي هم الاشقاء، وكان لقاء صعب جدا ولقاء مثير جدا، وانتهى 2-1 لصالح المنيا، بالرغم ان نصر الفكريه تقدم في الشوط الاول بهدف دون رد، وده دلاله على مدى شراسه هذا اللقاء. كابتن حسين، الفريق اللي بيفوز 1-0 بيبقى عنده فرصتين، والفريق اللي مغلوب بيبقى عنده فرصتين. الفريق المغلوب عايز يتعادل الاول وبعدين يفوز، وبعدين بيبقى عنده شراسه في الملعب. اللعيبه بتحس بالظلم رغم ان هو مش ظلم ولا حاجه، لكن احساس اللاعب بالظلم بتخليه يطلع الانتاج اللي عنده اقصى ما عنده. احمد يحيى بيسجل الهدف الاول للمنيا من ضربه جزاء، احنا شفناها دلوقتي وحصل فيها برضه اعتراضات وكلام كتير. المنيا بالزي الاحمر، نصر الفكريه بالزي الابيض. يعني هم بيحتاجوا على ضربه الجزاء او على احتساب ضربه الجزاء، ولكن دي لم تسجل. ولكن في بعد كده هنشوف برضه مع حضراتكم، هو الحكم عادها، مش عارف الكره دخلت في الشبكه وطلعت في الشبكه تقريبا يا كابتن. يعني الكره اخترقت الشبكه، والشبكه طبعا يعني المفروض حكم المباراه بدل ما يبقى فرحان كده كان يروح يشوف الشبكه من قبل المباراه. بس بيراجع على الكلام ده. هنشوف الاعاده، شوفها حضرتك، بص حضرتك، ادي الهدف، ادي الكوره وطلعت. يعني كابتن مصطفى عمامر بيقول لي قطعت الشبكه وطلعت، بس اعتقد الشبكه هي المقطوعه يا كابتن. يعني اعتقد والله وانا شايف في مواصفات قانونيه للجون يعني، والشبكه موجوده مشدوده بس الشبكه مقطوعه. حضرتك لما يبقى ولا الكره هي صغيره على فتحات الشبكه. يعني لما يكون لسه في فلوس على نادي المنيا ما اتدفعتش يبقى ليهم حق الشبكه تبقى مقطوعه. ده شبكه نصر الفكريه كمان يعني والله انا شايف ان كابتن شديد انه بيعمل انجاز كبير. عايز اقول لكم ان عمرو عثمان لاعب المنيا اللي كنا عرضنا مشكله والدته هنا، وهي الحمد لله راحت النهارده، والكابتن احمد حسن تكفل بعلاجها والعمليه بالكامل. هو حتى كابتن شديد بيقول ان عمرو قال له في المباراه دي يعني هنبذل اقصى مجهود على الاقل نروح واحنا بنودي ماما نبقى احنا فرحانين ومبسوطين. كابتن شديد مثال المدرب الاب الرائع، ما سابش عمرو ومعاه وراحوا القاهره امبارح يعني. فانا بشكره والله من خلال البرنامج، وبقول هو ده دور المدرب، انه يكون داخل الملعب وخارج الملعب. ده قدوه لينا طبعا، ولازم المدربين كلها تبقى بالشكل ده. اللاعب المدرب مش فتره التدريب بس، المدرب بيخلص كل حاجه تتعلق مع اللعيب، لدرجه ان في كلمه دايما بقولها للعيب: فضي ذهنك من المشاكل، اديني تدريب واديني انا المشاكل احلها لك. ده جميل وده مبدأ جميل. انا شايفين المباراه بالرغم من 1-1 لكن المنيا بيلعب للفوز. يعني جمال حسنين بيحرز، ايمن حسنين بيحرز الهدف الثاني من اروع منكم، في متابعه وفي اصرار واضح ان اللعيبه الكابتن شديد محفزها جامد ومنبه عليهم يرجعوا بالثلاثه بونت. واضح ان اللعيبه عايزه تجيب الاهداف. برضو نصر الفكريه برضو كان المفروض ان هو نتيجه 1-1 ما يفرطش فيها. ونصر الفكريه من الفرق القويه على فكره، جايب لغايه دلوقتي يعني 10 نقاط، ومن الفرق اللي بتقدم مردود طيب. ولكن المنيا بيلعب في دوافع ربما كبيره جدا ان هو يعتلي قمه المجموعه. دوافع واسمه مدرب، كل دول، وحتى اللعيبه كمان. اسم نادي المنيا ده كبير قوي، وطلع قبل كده الدوري الممتاز كذا مره وحقق نتائج كويسه. فاللي بيلعب في المنيا عارف ان الفريق ده صاعد. طبعا رئيس النادي هو الاستاذ محمد ماني. هنقول فورا سريعا جدا النتائج الترتيب عشان قبل ما نخرج للفصل، عشان بعد كده المجموعه الاخيره معانا النهارده.